اهلا شباب، عاملين ايه؟ احنا دلوقتي هنعمل اخر محاضره في الورشه دي. انا عارف الورشه دي طولت قوي وده مش المود بتاعي، انا ما بحبش كده. بس ماشي يعني الكومبليكيشنز بتاعتها يعني منها كتير شويه، فمش مشكله. خلينا نكمل مطرح ما وقفنا. احنا اخر مره خلصنا السيميوليشن كله لحد الفريم 500. تمام. واتفقنا ان احنا المحاضره دي هنظبط الشادوز وهنظبط الماتيريال بتاعت الكور، ومش فاكر ايه تاني الصراحه الماتيريال بتاعت ده. فخلينا اول حاجه ننتقل على الماتيريال بريفيو ونبص للدنيا اللي عندنا ايه. طيب، اول حاجه عندنا الجزء ده. فالجزء ده هنحتاج نديله ماتيريال سيمنت. انا طبعا مش عاجبني البانلز اللي بتفتح، بس يعني هنبلعها. كان اتفقنا ان احنا هندي ماتيريال سيمنت. فكنا احنا قلنا هنعملها ازاي. هنيجي على الابند لو فاكر، هنفتح الفايل اللي كان فيه الهيلي موديل، هتلاقي ماتيريال، هتلاقي هنا سيمنت. دبل كليك هتتحمل. فهنيجي على الماتيريال اللي احنا عاملينها سيمنت القديمه دي، نيجي هنا نفتح نخليها سيمنت اللي احنا عايزينها اللي هي دي، هتلاقي قلبت سيمنت. تمام. هي طبعا بس عشان الماتيريال بتاعتها محتاج يتظبط بقى شويه حاجات في الشيدر اديتور عشان السحبه دي، فمش مشكله دلوقتي. خلينا بقى نسلكت البانلز اللي باقيه وسلكت الجزء ده. لا بلاش، خلينا نعمل ده الاول. نديله سيمنت وبعدين هما عشان الاتنين فيهم اتنين ماتيريال، فانا مش عايز حاجة تتلنك بالغلط، فانا هاخدها ايه 1 باي 1 بالشكل ده كده. 2000. ودي نفس الكلام. تعال نشوفها في الريندر فيو هتظهر ازاي. يعني مفيهاش مشكلة، لا بأس بها. خلاص، تعالى للنقطة التانية ألا وهي الشادوز. طبعا ده الجزء اللي بياخد الشادوز اللي هي الجراوند. تمام. فالشادوز طالعة في اتجاه مناسب. لو خدت بالك كده هتلاقي تحت، هتلاقي اتجاه الشادوز اتجاه الشادوز كده. ولو خدت بالك هتلاقي نفس الاتجاه بتاع الشادوز بتاع العربية. فاحنا ماشيين صح. تمام. فمحتاجين نعمل اديت بقى للبلين ده، ان احنا مثلا نيجي نجيبه في اتجاه واي، نكبره كده شوية. طبعا انا عارف ان الشادوز مش هتعدي المنطقة دي لان ده اخر الفيو بورد بتاع الكاميرا. هنيجي بقى هنا نعمل قط بالشكل ده، ونيجي على الجزء ده نعمل له اكسترود في اتجاه واي، اذا ربما يعني في حاجة تطير فوق تجي. المهم ان احنا نبقى مغطيين الاريا كلها عشان اي شادوز تبقى جاية. فانا طبعا لو جيت هنا هلاقي ان انا محتاج شادوز هنا ولا لازال. شفت؟ لازم انت تغطي كل حاجة بالشكل ده. طبعا الفيديو هيلف، بيبدأ يجيب لك بقى شادوز زي ما انت شايفها. تمام. طبعا الطيارة ما لهاش شادوز لان هي الشادوز في اتجاه تاني ورا. فاحنا لحد هنا كده تمام. ده التست اللي احنا بنعمله. خلاص، يبقى احنا كده غطينا الشادوز. آه في حركة صايعة تقدر تعملها، طبعا زي ما عملنا قبل كده. هي ايه؟ بس احنا مش هنعملها هنا. ان انت تعمل بانلز. خلاص، بانلز على العمارة نفسها زي البانلز اللي عملناها دي. هنعملها تاني هنا كده بالشكل ده. هنرسمها او يعني هنعمل بانلز 3 دي عادي بلينز، ونحطها في المكان ده ونخليها شادو كاتشر فقط، بحيث الكور دي هتطلع تظهر الشادوز بتاعتها على العمارة. طبعا عشان نعملها تاخد وقت، فاحنا مش هنعملها. اتمنى ان انتوا تعملوها انتوا وتدوني النتيجة بتاعتها في الورشة يعني. الخطوة الأخيرة إن إحنا هنيجي على الماتيريال بتاعة الكور. نيجي على الماتيريال بريفيو ونيجي عند آخر فريم كده عشان تبقى الكور كلها ظاهرة قدامي بالشكل ده. وهنيجي على واحدة من دول. اعذروني على الكحة يا شباب.
نعمل لها شيد سموز. احنا ممكن نعمل سيلكت السفيرز كلهم بالمرة. ما شاء الله 130 سفير، ونقول له شيد سموز، ونقوم داخلين على اول واحدة، اي واحدة مثلا زي دي كده، ونقوم قايلين لها ايه احنا عايزين نعمل دي ماتيريال. فزي ما انت شايف هنا كده ده الشيدر اديتور، هي مش شايله ماتيريال، هندي لها ماتيريال نقول لها مثلا سفير. تمام بالشكل ده. احنا عشان الزرار الميدل كليك بتاعنا في الماوس باظ للاسف، فمش قادرين نعمل بين. فهنيجي بقى نضيف اللوجو بتاعنا، اللوجو اللي هو بتاع الصفحه بتاعتي. راح فين؟ اللي هو اللوجو فيزيتك بالشكل ده. اللوجو اهوت عشان بس الناس تبقى شايفه، ده اللوجو فيزيتك فيجوال ستوديو. تمام. ناخده زي ما انا اخدته كده دراج اند دروب عادي خالص، او ممكن تعمل شيفت ايه وتكتب ايمج تكستشر وتحدد مكانه في الباس وتعمل له لود واوبن ايمج وانتهى الموضوع. تمام. هو هنا انا عامله بالشكل ده، فانا هاجي اخد الكلر اقوم حاطه على البيس كلر، يقوم اللوجو ظاهر لي بالشكل اللي انت شايفه ده. تعال نصغر دي شويه نبص عليه. طبعا هو واضح ان هو ممطوط شويه، فهنبدا نحركه. طبعا انت اكيد لو انت دارس بلندر فانت اكيد دارس يعني ايه ماتيريال، وبرضو اكيد دارس يعني ايه يو في مابنج، وعارف ازاي تقدر تعمل يو في مابنج للكوره دي. الكلام ده هتلاقوه في كورس البلندر. انا منزل كورس فري على اليوتيوب، تقدروا تدخلوه، هجيب لكم اللينك بتاعه حالا. ده الكورس. بص، الصفحه باسم محمود بكر. هتدخل هتكتب بلندر بيجنر كورس. طبعا هو هتلاقيه بيبدأ من تحت خالص، من اول اليوزر انترفيس، بيتكلم على كذا حاجة. يعني في 4 محاضرات خاصة باليوزر انترفيس. هتلاقي في البلندر بيجنر توتوريال بقى الموديلنج، بيتكلم عن التاسكات للموديلنج. هتلاقي في ماتيريال بيتكلم عن الماتيريال، في 3 محاضرات للماتيريال هيشرح فيهم كل حاجة بالتفصيل حتى اليوفي مابينج. بعد كده هتلاقي فيه الكاميرا واللايتنج وتاسكات خاصة بالموديلنج، موديلنج زي اللاندسكيب ده، موديلنج زي العربية بالشكل ده اللي هنا دي، ده الانترفي ده اللاندسكيب تقريبا بالظبط زي ما انت شايف كده. المهم خلينا نركز بقى في اللي بعده. المهم هنيجي هنا نعمل كنترول تي عشان نعمل لها مابينج. الكنترول تي انا شرحت اللي هو النود رينجلر لو انتوا فاكرين. ونيجي على اليو في، وطبعا هو عامل يو في للفيكتور، وهاجي على السكيل على الاكس واكبره شويه زي ما انت شايف كده، فبدأ اللوجو يبان افضل يعني. هو طبعا ظاهر من الناحيتين. طبعا في ايشو هنا مش محتاج ان احنا نقعد نركز معاها، بس يعني عادي، يعني الدنيا ماشيه كده كده. التفاصيل دي مش هتبان مع الكور الكتير. المهم باك سلاش عشان نظهر الباقي. هنعمل بقى سيلكت للكور كلها. سيلكت الكرة بتاعتنا 22، فاحنا هنعمل سيلكت للكور كلها، 130 كرة. بعد كده هنعمل سيلكت على الكرة تاني واحنا ضاغطين شيفت على الكرة اللي هي على الماتيريال، ونضغط كنترول ال ونقول له لينك ماتيريال. هتلاقي كل الكور بقت واخدة نفس الماتيريال بنفس اللوجو بنفس كل حاجة. تمام. نضغط زيرو تاني ونعمل تشيك كده على السريع، هتلاقي كور بتظهر بالشكل ده وبس. طبعا هتعمل تيست ريندر، هتيجي على الكومبوزيتنج، هتلاقي يوز نود متفعلة، هتلاقي السيت اب ده هنتكلم عليه بالتفصيل بعد كده. بس هو في الاخر عبارة عن ايه؟ ان انا باخد الريندر وباخد الفيديو واحطهم كده في كان نود، وفي الاخر بيطلعوا على النود الاخيرة اللي هي النود اللي هي الفيور، والنود اللي هي الكومبوزيت. نود الكومبوزيت دي هي المسؤولة عن الريندر النهائي، ودي الفيور اللي هي الفيو اللي انت شايفه ده. فطبعا لما اجي هنا واقول له رندر لي اخر، استنى بس نيجي على الاعداد دي، خلي ديت 4 سامبل، ونقول له ريندر ايمج، هيبدأ يرندر الايمج دلوقتي. انا ملاحظ ان جوه البوكس اللي هو بيتفتح ده جوه في ضلمه، يعني المفروض ضلمه زياده، شايف انت الضلمه دي؟
دي مش حاجة مرغوب فيها، فاحنا ممكن ننهانس شوية لللايتس بتاعتها. يعني نحط مصدر اضاءة خفيف كده جوه عشان ما يبانش يعني ان الدنيا بايظة يعني كده. او لو ممكن تسيبها على حسب بقى سياق الفيديو، لما ترندر الفيديو كله تقدر تعرف وقتها انت الدنيا ماشية معاك مظبوط ولا في مشاكل. المهم هو في الفريم التالت دلوقتي او في السامبل التالتة، هو بياخد وقت فيها في الاخر عشان طبعا بيعمل اللي هو في اللحظة دي الدينويزنج، بيرجع يعمل تاني ريندر. انا الصراحة مش عارف الريندر التاني ده سببه ايه، بس بنصبر عليه بقى هو كده خلاص بيخلص اهو. م- م- م. يلا يا عم. مشكلة البان الواحد بيجيب ماوس، الماوس تلاقيه ب 800 جنيه ولا ب900 جنيه، وبعد شهرين تلاتة من الاستخدام المكثف تلاقي ايه الكليك شمال باظت كده لوحدها منها لنفسها، او بقت تقيلة او بقت رخمة. اوكي اوكي الظل تقيل قوي قوي، في ضلمة في المنطقة دي، حاجة دي لازم نظبطها. الإضاءة مش منورة السين قوي، يعني الكور أغلبها مظلم، فمحتاجين نحسن القصة دي. طبعا أنا مش هحسنها دلوقتي لأن أنا خدت اوريدي وقت طويل في الكورس أو في المحاضرات دي، فهسيب لكم انتوا التكية دي تعملوها. ندخل على الكومبوزيتنج، هتلاقي الريندر سمع، وهتلاقي كل حاجة مسمعة تمام. كده احنا خلصنا أول 3 ورش. 3 ورش بيتكلموا عن التراكنج بشكل عام، وازاي تحط عناصر في السين بتاعك، وازاي تقعد تعمل شوية مانيبيوليشن كده زي الداينامكس، كور بتطير، حاجات بتقع، حاجات بتتحرك في السين. المهم دول اول 3 ورش، المفروض ان هم تقريبا 3 ساعات كله على بعضه. من هنا بقى وبعد كده نبدأ نخش اندبس. اندبس يعني ايه؟ يعني هنعرف ايه بعد كده؟ هندخل نعرف يعني ايه بقى تراكنج، ايه هي البوينتس، ايه اللي اقدر اعمله لو الفيديو ما تعملوش تراكنج معايا، ازاي هندل الفيديو واظبطه عشان يقبل ان انا اعمله تراكنج، لان مش اي فيديو هتيجي تشتغل عليه بعد كده هتلاقيه بيتعمل له تراكنج، الدنيا بايظه، مش هتلاقي الدنيا سالكه ابدا. مهما اشتغلت مع كذا عملاء دايما هتلاقي في مشاكل في التراكنج معاك. فاعرف ان الفيديوهات اللي بتلاقيها على النت بتبقى جاهزه للتراكنج. الفيديوهات اللي انا وريتها لك في اول 3 ورش دول انا مظبطهم بحيث يبقوا جاهزين للتراكنج بمقاساتهم بالفريم ريت بتاعتهم وكل حاجه. لكن الفيديو اللي هيجي لك بالعميل من العميل هيجي لك يا اما موبايل يا اما بتصور بكاميرا، يا اما هتلاقي الريزوليوشن بتاعه مش عارف، مش هقول لك 4K لا 8K و8K، هتلاقي ارقام غريبه، هتلاقي فريم ريت 60 فريم. ده انت يعني معلش لو هترندر فيديو 60 فريم وتعمل له تراكنج فلا، انت تقعد في بيتك احسن تمام. فكل التفاصيل دي هنتكلم عنها بعد كده. هندخل بقى بعد كده في الداينامكس، ندرس الداينامكس، ندرس الكلوز تير، السوفت بادي والسوليد بادي، كل ده هندرسه. هنتكلم شويه عن الانيميشن، هنتكلم شويه عن الريجنج، ازاي امبورت الكاركترز بقى من مواقع زي ميكسامو، ازاي تعمل ريجنج ليها، ازاي تعمل لها انيميشن وتحطها في السين بتاعك، شويه تفاصيل كده وشويه ورش تقيله بعد كده ان شاء الله. اسيبكم بقى تعملوا التاسكات بتاعتكم، ونقابلكم المحاضرات الجايه. شكرا.